لما يجي لك حد وانت قاعد او قاعده في عربيتك ويبقى طالب حاجه يعني لله والكلام ده، فنبتدي بقى ايه؟ اعرف ما تشتغل بقى يا جماعه. نفتكر بس ثلاث نعم رئيسيه. اول نعمه من ربنا انعم علينا بنعمه السعي، احنا بنعرف نسعى على لقمه عيشنا. لان في، خلي بالك، في ناس عندهم القوه الصحيه ولكنهم اكياس جوع، فدي النعمه ودي مهمه جدا. ان ربنا انعم علينا ان احنا مشلات الكيله، فكان في بابا وكان في ماما وكان في اصحاب بابا وكان في اصحاب ماما وفلوس بابا وفلوس ماما وتعليم بابا والوسط اللي احنا عشنا فيه واصحابنا اللي احنا قعدنا معاهم فعرفونا على حاجات، ممكن يكونوا جابوا لنا شغل وانا افتح له سكه وهو يفتح لي سكه. كل الكلام ده خلانا مشغولات الحيله، فخلانا نشم نفسنا شويه. فقعدنا على كرسي، واحد قال اني بعرف اهبط كلمتين فقال لي تعالى ادي كورس وتصور وهيتقال لك يا دكتور، وطلعت ايه؟ انما لم نؤتيه على علم. كل ده لم نؤتيه على علم. وخلينا على يقين دايما اللي احنا فيه ده وعربيتنا اللي احنا فيها دي قد يكون في حد احسن مننا، اكتر مننا 100 مره، شخصيا وفنيا وانسانيا، وقاعد على كرسي وعربيه اقل مننا. فدي من نعمه ربنا. فلما يجي لنا حد فلنقل خيرا او لنصمت، حتى لو حضرتك شايف ان هو بينتهي مهنه التسول قد يكون ده من قله حيلته. فبالتالي نحترم نفسنا وندعو الله ليه ان هو يكون مش قليل الحيله وينعم عليه بالسعي وما يمدش ايده تاني.